بمناسبة عيد ميلاد الفنانة هالة صدقي، تعالوا نعرف حكاية واحدة من أشهر نجمات الدراما والسينما المصرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنحتفل بعيد ميلاد فنانة قدرت على مدار سنين طويلة إنها تسيب بصمة خاصة جدا في قلوب الجمهور. فنانة نجحت إنها تقدم أدوار كوميدية وتراجيدية بنفس القوة، وقدرت تحافظ على مكانتها الفنية لأكتر من 40 سنة، وهي الفنانة الكبيرة هالة صدقي. لكن يا ترى مين هي هالة صدقي؟ وإزاي بدأت رحلتها الفنية؟ وإيه أهم المحطات اللي مرت بيها في حياتها؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. هالة صدقي اسمها بالكامل هالة صدقي جورج يونان. اتولدت في مصر يوم 15 يونيو سنة 1961، وديانتها المسيحية، وهي من الفنانات اللي كان عندهم اهتمامات بعيدة تماما عن التمثيل في بداية حياتهم. الغريب إن هالة صدقي ما كانتش بتحلم تبقى ممثلة وهي صغيرة، بالعكس كانت متفوقة جدا في الرياضة وخصوصا السباحة. وصلت لمرحلة إنها بقت بطلة في السباحة، وكمان قضت جزء من طفولتها في الولايات المتحدة الأمريكية قبل ما ترجع تاني مصر وتكمل حياتها ودراستها. بعد رجوعها لمصر درست في كلية الآداب وحصلت على ليسانس الآداب سنة 1981. لكن القدر كان مخبلها طريق مختلف تماما عن الرياضة والدراسة. بداية دخولها لعالم الفن كانت سنة 1979 لما شاركت في مسلسل لا يا ابنتي العزيزة مع المخرج نور الدمرداش. وقتها كانت لسه في بداية المشوار، لكن ظهورها لفت الأنظار بشكل واضح. أما نقطة الانطلاق الحقيقية في حياتها الفنية كانت من خلال مسلسل رحلة المليون، واللي حقق نجاح كبير جدا وخلى الجمهور يتعرف عليها بشكل أوسع. ومن هنا بدأت شهرتها الحقيقية في الثمانينات. ومع مرور الوقت أثبتت هالة صدقي إنها مش مجرد ممثلة بتجيب نوع واحد من الأدوار، لكنها فنانة تقدر تنتقل بسهولة بين الكوميديا والدراما والتراجيديا. خلال الثمانينات والتسعينات شاركت في عدد كبير من الأعمال الناجحة اللي ساهمت في تكوين نجوميتها، ومن أبرز المسلسلات اللي شاركت فيها صاحب الجلالة الحب، أرابيسك، الرجل والليل، تيزينيا الجزء الثاني، رجل في زمن العولمة. أما في السينما فقدمت أعمال مهمة جدا مع كبار المخرجين المصريين، ومن أهم أفلامها الهروب، يا دنيا يا غرامي، فخ الجواسيس، ما تيجي نرقص، هي فوضى، اسكندرية نيويورك، بحب عيشة الحرية، رد فعل، والعديد من الأفلام الأخرى. ومن المحطات المهمة في مشوارها الفني تعاونها مع المخرج العالمي يوسف شاهين في أفلام مهمة زي اسكندرية نيويورك وهي فوضى، وده اعتبره كتير من النقاد إضافة كبيرة لمسيرتها الفنية. كمان كان ليها حضور مميز جدا على خشبة المسرح، وقدمت مسرحيات ناجحة جدا زي الوداع يا بكوات، الصعايدة وصلوا، مطلوب للتجنيد، ازاي الصحة، وبشويش. استمرت هالة صدقي محافظة على وجودها الفني رغم تغير الأجيال وتغير شكل الدراما المصرية، وفي السنوات الأخيرة رجعت بقوة كبيرة للوجه من خلال عدد من الأعمال الناجحة. كان من أبرزها مسلسل فاتن أمل حربي، وبعدها حققت نجاح ضخم جدا من خلال شخصية الحاجة صفصف أو صفية في مسلسل جعفر العمدة، واللي خلت اسمها يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي والجمهور يتكلم عن أدائها بشكل واسع جدا. النجاح ده أكد إن هالة صدقي لسه قادرة تنافس بقوة رغم مرور أكتر من 4 عقود على بداية مشوارها الفني. وعلى المستوى الشخصي كانت دايما هالة صدقي شخصية مثيرة للاهتمام في الإعلام بسبب صراحتها الشديدة وآرائها الجريئة، وده خلاها واحدة من أكتر الفنانات اللي بيتم الحديث عنها باستمرار. وخلال مسيرتها الفنية الطويلة قدمت أكتر من 175 عمل فني متنوع بين السينما والتلفزيون والمسرح، وده رقم ضخم بيعكس حجم مشوارها وتأثيرها في الفن المصري والعربي. وفي النهاية سواء كنت من محبي أعمالها القديمة أو من الناس اللي عرفتها من نجاحاتها الأخيرة، فما فيش شك إن هالة صدقي واحدة من الفنانات اللي قدرت تحجز مكان خاص في تاريخ الفن المصري. وإحنا بنحتفل بعيد ميلادها النهاردة وبنقول لها كل سنة وانتي طيبة، ونتمنى لك المزيد من النجاح والتألق. ولو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة،
وقول لنا في التعليقات ايه اكتر دور لهالة صدقي لسه فاكره ومش قادر تنساه. اشوفكم في فيديو جديد بإذن الله، وسلام.